عليكم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وصفه اليوم هي كراطه جلبانه باللحم البطاطا، تجي بزاف بنينه. هنا واش نحتاجو؟ عندي كميه تاع جلبانه، لحم تاع الدجاج، وش حبه بصله كبار يكونوا مطحونين. نبداو الوصفه على بركه الله، بسم الله. هنا درت الزيت، هنا غادي نرمي ديك البصله. هنا البصله بغيتو طحنوها بغيتو قطعوها، الاختيار لكم. صدقوني هذه وصفه الكراطه جلبانه باللحم البطاطا تجي بزاف بنينه، قلت لكم. وماذا بيا تجربوها، ما غاديش تشبعوها. هنا جبت ديك اللحم تاع الدجاج، هنا اللحم تاع الدجاج كان عندي كونجلي. غادي نرمي اللحم مع البصله. هنا غندير الملح. هنا غادي نوريكم واش درت. هنا كيما راكم تشوفوا درت البصله، اللحم تاع الدجاج والملح. غندير شويه زعفران، شويه كركم، سكنجبير، فلفل كحل. نخلط ديك التوابل مع اللحم. هنا راني خلط او مامطو راني نقليه. هنا نقلو مليح داك اللحم، كيما راكم تشوفوا نقلي اللحم مليح. هنا غادي نقلي اللحم ونولي لكم. وانا بعد ما قليت اللحم جبت شويه معنوس رميتها مع اللحم. قلت لكم هي وصفه سهله وخفيفه، ولي لو درتي كراطه تاعك. نخلط داك المعنوس مع اللحم. هنا غادي نمرق على اللحم. صدقوني تجي بزاف بنينه، والبنه ولا اروع. هنا نبلع على اللحم، نبلع على اللحم ونخليه يطيب في غردها ونولي لكم. وانا اخواتي بعد اللحم طابلي، انا هنا كنت ديجا قلعته. هنا غادي نجيب ديك الجلبانه بعد ما نقيتها وشللتها. هنا غادي نرمي ديك الجلبانه. صدقوني هذه وصفه الكراطه جلبانه باللحم بطه، قلت لكم ماذا بيا تجربوها. درتها بمكونات بسيطه وجدت اقتصاديه. نزيد لها مرسله فلفل الاحمر، نخلط داك الفلفل الاحمر مع الجلبانه. هنا غادي نبلع الجلبانه، نخليها طيب في غردها ونولي لكم. وانا اخواتي بعد اللحم طابلي، انا هنا خليته يبرد. فتته. هنا جبت حبيبه بطاطا قطعتها مربعات وقليتها كيما راكم تشوفوا. درت اللحم والبطاطا. ميم هذه وصفه الكراطه جلبانه باللحم بطاطا تقدروها مع زيت ومرقه، حمص مرقه. انا هنا درتها مع جلبانه مرقه، الاختيار لكم. هنا درت شويه جلبانه اللي كنت طيبتها، ونزيد لها كميه من ديك المرقه تاع الجلبانه. هنا كيما راكم تشوفوا غادي نزيد لها كميه من ديك المرقه تاع الجلبانه. هي وصفه سهله وجد اقتصاديه بمكونات بسيطه. هنا غندير شويه معنوس، نزيد لها شويه فرماج. ميم تقدروا ديروا فرماج رابي. هنا الفرماج يكون عندكم ديروه. كيما راكم تشوفوا ندير لها فرماج. غادي نذكركم واش درت. هنا درت اللحم، هنا بطه بعد ما قطعتها مربعات وقليتها، شويه جلبانه، معنوس وفرماج. هنا درت 3 حبات بيض، كيما راكم تشوفوا درت 3 حبات بيض. هنا غنجيب داك البيض ندير فيه الملح والكحل. غادي كنخلط داك البيض مليح، الا كنخلطو مليح. وانا بعد ما خلطت البيض، هنا غادي نولي المكونات تاوعي، نخلط كلشي مع بعض. قلت لكم هاد الوصفه تجي بزاف بنينه وما غاديش تشبعوها. هنا شتها جاتني ناشفه، غادي نزيد لها هذيك المرقه تاع الجلبانه.
هنا كما راكم تشوفوا نزيد لها ديك الكميه تاع مرقه تاع جلبانه. قلت لكم هاد الكراطه تاع جلبانه باللحم بطاطا تجي بزاف بنينه وما تجي خفيفه. هنا غادي نخلط كلشي مع بعض، خلطو مليح. هنا نجيب البيض، غادي نلمها بالبيض، خلط كلشي مع بعض مليح. وانا بعد ما خلط كلشي مع بعض، هنا جبت المول، غلفتها بابي كويسون، دهنتها بالدهان، وانا نفرغ كراطه في المول. هنا راه عندي كلشي طايب. هنا قبل ما تدخلوا كراطه تاعكم طيب في الكوشه، تكونوا ديجا شعلتوا الكوشه خليتوها حمات. هنا غادي ندخلها في الكوشه طيب. هنا غير باش داك البيض يشد روحه. هنا نشعل ليها من تحت، كي نشوفها طابت من تحت نشعل ليها من الفوق، نخليها طيب وتحمر. وبهذه الطريقه رانا تحصل على كاطو يجي بزاف بنين. هنا بعد ما طيب الكاطو تاعي شوفوها جاهزه على الطاوله. وانا خواتي بعد الكاطو تاعي ما طاب كيما راكم تشوفوا، انا قدرتها مع جلبانه. جا ما شاء الله. نتمنى تجربوا. الى اللقاء الملتقى ان شاء الله.